واصل فريق الوصل نتائجه المخيبة لآمال جماهيره في دوري اتصالات للمحترفين لكرة القدم، وخسر للمرة الثانية على التوالي، وهذه المرة أمام ضيفه دبي بهدفين مقابل هدف. فعلى استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب لم يظهر أبناء المدرب الأرجنتيني الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا بالشكل المنتظر أمام جماهيرهم المحبة للفريق الملقب بالإمبراطور. الوصل لم يقنع كثيرا في مبارياته الماضية، حيث خسر في الجولة التاسعة أمام مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ليعود ويخسر في الجولة العاشرة أمام أسود العوير بنفس النتيجة. الأسبقية كانت للفريق الضيف عبر أبو بكر كمارا منذ الدقيقة 22، فيما تمكن الوصل بعدها ب3 دقائق من معادلة الفارق عبر الأورجواياني أوليفيرا من ضربة جزاء. وفي الدقيقة 35 سجل دبي هدفه الثاني عبر اللبناني عباس عطوة في أول ظهور له في دوري اتصالات للمحترفين، ليؤكد بأنه صفقة رابحة لأسود العوير. ورغم الفرص العديدة من جانب الفريقين في الشوط الثاني، إلا أن